بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد يا جماعة. النهاردة هعمل معاكم بوكيه العروسة بأقل الخامات وأقل الإمكانيات اللي عندكم في البيت. ده كان طبق أكل كده كنا جايبين فيه أكل، وطبعا أنا غسلته، فضيته وغسلته طبعا، وعملت جبت الرولة ديت ورق الفويل، وحطيت الكرتونة وعملت لها خرم كده من النص، وعملت لها الرول اهو. كده بقى الطبق انا هركب، انا قايسه عند الطبق بالظبط، انا مش عايزه البوكيه يبقى كبير، انا عايزاه الحجم ده عشان يبقى في ايد العروسه كده ايه. وكمان ممكن يكون اصغر بس هي عايزاه الحجم ده. كده كده هي تحدفه بقى على البنات، تحتفظ بيه تحطه في النيش. هيبقى ستان وهيبقى شكله حلو وتحفه، ممكن يتحط في فازة ورد كمان. المهم، حطيت انا الطبق الاصغر اهو، قصيته بالظبط وعملته على قدي عشان يبقى فيه ايه، كانها نص دايره. وحته اسفنجه كده كانت عندي في فستان، في كتافات فستان، خدتها ولزقتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وهجيب بقى حته بلاستر او شيكرتون، او مش عارفه انتوا في البلاد العربيه بيسموه ايه، اللي هو لاصق، يعني لاصق اللي هو اللاصق الشفاف. وهعمله من هنا ومن هنا بحيث ان هو يمسك الاطباق اللي انا عاملاه بها نص دايره دي. انا كده كده عاملاها بشمع، بس انا باكد بحيث ان العمل يبقى متكامل من بره وجوه، يبقى متماسك، يعني بحيث لو العروسه حدفته بقى على البنات احتفظت بيه، يبقى هو ايه، ما يجرالوش اي حاجه خالص. العمل ده يا جماعة بسيط جدا جدا جدا، أي أم تقدر تعمله لبنتها أو تعمله لأختها، أو تعمله كهدية تديه للعروسة. سهل جدا ومش هيكلفكوا غير سعر الستان والخرز اللولي والحاجات اللي هي دي بس. إنما الحاجات الباقية دي هي موجودة عندكم في البيت، بقايا حاجات. هنلزق ستان بقى على المسكب بتاع الإيد بتاع البوكيه، هنعمل عليه ستان كله، انا هلزق عليه كله ستان من فوق لتحت. وكان ممكن الزق برضو بالشرايط الستان على الدايره دي، النص دايره، بس هيبقى طبعا هيبقى فيه فراغات بين الستان وبعضه. لا، انا جبت حته ستانه كامله احسن، يعني هي ستانه كامله احسن، والبسها في التاج بتاع البوكيه من فوق، حته ستانه اهي. وكمان بالمناسبه دي كانت جيبه بطانه لجيبه، كانت بطانه لجيبه عند ولاء بنتي وانا خدتها منها. يعني هي يعني ما كانتش بتلبس الجيبه، والجيبه كانت ملونه، فانا خدت البطانه بتاعتها. يعني ما تعودوش نفسكم ترموا حاجه، لان ممكن تحتاجوها تعملوا بها اي عمل فني، اي ديكور، اي حاجه في البيت. انا بس بقص كده الستانه. طبعا انا مشغله كام مروحه في الهواء ايه، طبعا الجو حر انتوا شايفين، فانا مشغله كذا مروحه. ولقيت الفيديو هيبقى طويل عليكم قوي فاختصرته، وقلت لا، انا كده كده اسرعه شويه، وانا اسجل لكم الشرح بصوتي علشان يبقى انا ايه، ما فوتش اي حاجه من العمل وانا بعمله. انا كده بلزق الستان من تحت، خلاص هو كده لزق. يبقى هو كل الشاسيه كده كله متبطن بستان، اللي هو من، طبعا هبدأ اعمل بقى معاكم الورد. انا جبت بقى ايه، عايزه اعمل الورد مقاس واحد، فانا جبت دي على فكره اللي هي البتاع بتاع المفاتيح بتاعتنا بتاع الشقه، ممكن تعملوها ببطاقه، تعملوها بكارت، باي حاجه مقاس، بس لازم يكون مقاسها 8 سنتي، انا قايساها 8 سنتي، حتى لما هاجي اقيس البتاعه دي الاقيها 8 سنتي. طبعا ايديا اتلسوعت النهارده من الشمع.
بصوا انا خدت حته ال8 سم دي وتنيت كده من الطرف زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، وتنيت تانية صغيره على التانية اللي انا تنيتها الكبيره، بحيث ان هي تديلي زي ورقه الورده. بصوا الجمال، بصوا جمال الورقه. طبعا الشمع خدوا بالكم من الشمع، اي شعيرات من الورقه من الستانه نفسها بالولاعه كده وبنعملها، بحيث ان هي ايه تبقى يعني العمل متكامل. تمام. انا عملت من الورق ده كتير طبعا علشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا ما كنت ناويه ان انا اعمل لكم الورده ديت لوحدها، بس انا قلت ايه، لا انا اعمل لكم العمل كله متكامل، بحيث يبقى قدامكم البوكيه بالورده بتاعته. يعني انا قلت ايه اعمله كله مع بعضه يبقى احسن. بعد كده هعمل لكم بقى زهور وحاجات كده مختلفة ان شاء الله، برضو ينفع ان احنا يتعمل بيها اعمال فنية وتوك وحاجات كده للبنات. يعني احنا هنلزق بقى كل الورق كده مع بعضه بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. هفضل الزق كده الورق للاخر. تمام. انا ما قطعتهاش علشان انا عايزاكم تشوفوها وهي بتتعمل اهي. وهبدأ بقى ايه الف الورق كله على بعضه بحيث ان هيديني شكل وردة. انا كان ممكن اعمل ورقة ورقة، بس انا جربتها فعلا، بس لقيتها مش متناسقة ومش شكلها حلو. فلا انا فضلت ان انا اعملها ايه كده دايرة 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 ورا بعضها. بصوا هبدأ بقى ايه ان انا ايه دايرة ايه كده كام 15 ورقة، 15 ورقة اهو، 15 ورقة أو 16 ورقة، ولو عايزينها أكبر تبقى 20 ورقة. بصوا هنبدأ نلف كده بالطريقة ديت. بصوا بمسدس الشمع كده ونأكد كمان على اللي احنا لزقناه، نلف على طول بقى على طول. أنا عملت كده كام وردة، عملت تقريبا 12 وردة، وعملت 3 وردات من نفس الطريقة دي بالظبط، من اللي هو الفضي، اللي هو الأورجانزا الفضي بالظبط كده نفس الشكل. انا دخلت الفضي لان طبعا العروسة مش عايزاها ابيض خالص، لان انا حاطة في الهربيز فضي، الخرز فضي، فهي قالت يبقى مناسب معاه، فانا عملت الورد الفضي عشان يناسب معاه. هجيب بقى ايه خرزتين كده او 3 خرزات على حسب ما انا عايزه احطهم في قلب الورد. بصوا الجمال. هجيب بقى ايه سلك، وهجيب خرز من طبعا اللي انتوا عارفينه ده، وهرلضم خرز فضي على خرز ابيض اللي هو اللولي ابيض، هلضم من ده على ده، واقوم حاطه خرزه كبيره كده في الاخر، واقوم عامله بقى الايه الفرع اللي انا بعمله قدامكم. بصوا دي نفس الشكل اللي في الهربيز اللي هي خدته، نفس الشكل اللي هي الوردات الصغننه دي. هي واخده هربيز بالشكل ده، يعني فضي على ابيض، هي كانت منقيه نفس اللون يعني. بصوا انا ما بلفش بقى لفات، انا كنت معوداكم ان انا بعمل بين كل خرزه وخرزه الف 3 لفات، لا انا ما بلفش هنا، انا عايزاهم كلهم كده يبقوا جنب بعض، نلف كده كله يبقى جنب بعض ونشكلهم بقى.
يعني نشكلهم بالطريقة اللي احنا عايزينها، اللي احنا مرتاحين لها. انا عملت من دول كتير طبعا، وعملت من الورد كتير طبعا. علشان ايه؟ اهو بصوا، هتبقى بالطريقة دي، هتبقى جنب الوردة بالطريقة دي. جيت بقى انا على البوكيه، وقست كده حوالي مثلا بالويم. انا ما قستهاش بالمزوره ولا قستها بمسطره. انا قست حوالي كده 20 سنتي او 15 سنتي، على حسب الطول اللي انتوا عايزينه. وبنلزق بقى بالطريقه دي، نلزقها كلها بالطريقه دي داير ما يدور. اولا احنا هنداري الشكل الكرمشه بتاع الستان اللي تحت. وثانيا بندي منظر كده حلو قوي. انا كنت ناويه اعملها باللون الفضي، بس لا، انا مش عايزه الفض كتير في البوكيه. انا خليت الثلاث وردات بس، وال وال والرابطه بتاع الايد بس هما اللي فض، لكن الباقي كله ابيض، يعني الغالب الابيض. الخاتم ده اللي انا عاملاه بايدي، ولو انتوا عايزين طريقته قولوا لي في الكومنتات وانا اعمله لكم. بصوا هعملها بقى لغايه ما للاخر يعني. داير ما يدور. خلاص انا خلصتها للاخر اهو، وعملتها داير ما يدور. هجيب بقى ايه شريط من اللي هو الفضي اللي بيلمع اهو، اللي هو الاستراس يعني. وهقوم عاملاها على بدايات الستانات اللي انا عاملاها من تحت، بحيث اولا هتدي منظر حلو وبيلمع كده، وثانيا بيداري الشغل اللي تحت. والله يا جماعه بتاع البوكيه في الحقيقه شكله تحفه تحفه تحفه. يعني انا التليفون بتاعي طبعا ما اقولكوش يعني، تصويره مش حلو خالص. ربنا يكرمني ان شاء الله واجيب تليفون احدث ويبقى الصور بتاعته جميله كده تعجبكم. طبعا الشاسيه من فوق بتاع البوكيه كل ده يتضرب الورد. بصوا انا عملت من تحت كده عشان يبقى في تناسق يعني فوق وتحت. لان انا هحط الفيونكه في النص، فقلت ايه اخلي تحت ايه ما يبقاش فاضي، يبقى فيه برضو ايه منظر كده. وعملت الفيونكه بس انا ما كترتش على الايد، علشان الايد ما عليهاش رك قوي، الرك كله على التاج من فوق، على قصدي عفوا البوكيه من فوق. انا متعوده اقول لكم على التاج او الهربيس او الحاجات دي عشان انا ما بعملها معاكم كتير. انا لزقت واحده فوق، وطبعا هبدا بقى ايه الزق داير ما يدور، الزق الورد كله داير ما يدور. ده اول صف. انما الصف اللي فوق ده هيبقى واحده من اللي هي اللي قدامكم، اللي هي الرصاص ديت او الفض ديت، وواحده بيضه. بصوا ما شاء الله كان شكله جميل جدا في الانوار بقى كده وانا بعمل تحفه. الفراغات اللي تحت دي في البتاع انا هحط فيها خرز، اللي هو الخرز اللي هو مقاس 10، اللي هو اللولي. وهحط فيها كمان الوردات اللي انا عاملاها دي. بصوا الجمال حتى من غير الورد والله. الفراغات اللي بين الورد وبعضه اهي انا هحط بقى فيها ايه الحاجات اللي انا عملتها، الخرز واللولي والحاجات اللي انا عملتها. وانا عامله كده كده عامله في الورد خرز، بس برضو لا بتاع في الحقيقه بجد والله العظيم تحفه تحفه تحفه. بصوا اهو، يعني انا نفسي تشوفوه على الطبيعه مش في التصوير. التصوير ظلمه بجد. طبعا انا شفت الفراغات اللي فاضيه رحت حاطه فيها. هنا بقى هعمل الفيونكه، انا ما قستش، انا عملت بس على قد ما انا عاوزه، يعني ايه حوالي مثلا متر الا ربع، حوالي نص متر، عملت 2. وجبت حته ستانه بيضه كده وعملتها عليها داير ما يدور، ورحت وقصه برضو حته متر كده او مثلا متر الا ربع، ورحت واخداها سمبوكسه كده من الجنب
ولزقتها عليها، ولزقت عليها اللي هي ايه، الفرع اللولي اللي انا عاملاه. بس كده. ده بقى بساطة وشياكة وجمال وما شاء الله، يعني ما اقولكوش والله على شكله. انتوا لو تشوفوها تنبهروا من جماله. يعني من حظ بقى العروسة، ربنا يبارك لها فيه يا رب، وتعيش حياتها كلها في سعادة. وكانت قرفتها زي العسل والله ما شاء الله، قرفتها زي الفل. بص هو كده خلص. بس انا بصيت لقيت ايه، في اماكن كده برضو فاضيه، حطيت فيها بقى إيه الخرز اللي فاضل. وكمان من تحت خالص، من بين يعني من بين الراس والايد، لقيت كده اما احط لولي كده يبقى شكله احلى، حطيت. يعني الواحد ما بيستخسرش يحط الحاجه دي، تبرز الجمال والبهجه بتاع البوكيه نفسه. اهو بصوا شكله. نشيل بقى اللي هي الشعيرات اللي هي بتاع الشمع دي. جبت حته بيضه هي فرشتها لكم عشان يظهر بس عليه. وهحط بقى خرز، انا هحط خرز تحت. لقيته هيبقى محتاج ان هو يتحط له، هينطق الشغل، هيداري مكان اللزق ببعضه، هيدي منظر حلو. يعني ربنا يبارك لها يا رب، احلى عروسه يا رب. والسعر بتاعه مش غالي، يعني انا عملته ب275 جنيه بس. كده والسلام عليكم ورحمة الله.